واحد من أغنى أغنياء قطر، ثروته معدية مليارات الدولارات، ده غير القصور اللي في كتير من دول أوروبا، استثمارات ملهاش أول من آخر. يا ترى إيه قصة مبارك الهجري زوج المطربة أحلام؟ ولما حد سأله ثروتك كام؟ قال إن ثروته زوجته وأولاده، وقال كده رغم إنه مصنف من أغنى رجال العالم العربي. وعشان تعرف أكتر عن رجل الأعمال مبارك الهجري وثروته اللي ملهاش أول من آخر، خليكم في الفيديو ده. اللي حصل إن الإعلامي محمد الدريم فاجئ رجل الأعمال مبارك الهجري زوج المطربة أحلام الشمسي بسؤال عن ثروته. رد جوز الفنان عليه وقال له إن ثروته الحقيقية هي زوجته وأولاده. طبعا على طول ردت عليه مراته الفنانة أحلام وقالت إنه تاج راسها. فضلت الرومانسية رايحة جاية بينهم قدام الجمهور وتفاعلوا معاهم. طبعا زي ما كلنا عارفين ان الرد اللي رده مبارك الهجري على المذيع كان هروب من السؤال بطريقه دبلوماسيه وشيك جدا تطلع اي ملياردير زيه من الاجابه على السؤال ده. طبعا زي ما كلنا عارفين ان الرد اللي رده مبارك الهجري على المذيع كان هروب من السؤال بطريقه دبلوماسيه وشيك تطلع من ملياردير زيه فعلا علشان يهرب من الإجابة الحقيقية على سؤال زي ده في برنامج بيتذاع قدام العالم كله. ما أصل الغني مش فلوس بس يا جماعة، ده لباقة وذكاء برضه وحنكة. طبعا رجل الأعمال مبارك الهجري قدر بذكائه يهرب من المذيع في البرنامج وما ردش على سؤاله بالإجابة اللي الكل كان منتظرها. بس احنا بقى هنقول لكم دلوقتي في الفيديو ده عن كل حاجة عن مبارك الهجري، يعني مين هو، ثروته كام، وعلاقته الرومانسية هو ومراته الفنانة أحلام. بص يا سيدي، مبارك الهجري ده بطل رالي ورجل أعمال وملياردير قطري من اللي يتعدوا على صوابع الإيد الواحدة، ده غير إنه مصنف من أغنى رجال الأعمال في الوطن العربي. الهجري اتولد في قطر 1963، عنده شرطة تنقيب عن النفط في قطر. ما هو لازم يكون ملياردير يا جماعة، أصل مش أي حد برضه بيشتغل في النفط اللي طبعا بيكسبه فلوس كتيرة جدا. عنده كمان كذا مجموعة تجارية واستثمارية في العالم العربي. خلينا أقولك إن مبارك الهجري شاطر وذكي مش بس في التجارة والأعمال، ده في مجالات كتيرة جدا، زي إنه حقق إنجازات كتير في حياته الشخصية والمهنية وفاز بلقب بطل رالي قطر، ده غير نجاحاته في قطاع الأعمال والاستثمار جوه قطر وبراها. وعشان كده ثروته بقت بمليارات الدولارات، ده غير القصور والطيارات الخاصة اللي أسعارهم تلففك العالم كله وما تخلص. مفيش ولا دولة عربية إلا وليه عنده فيها شركة، وده عشان شركاته التجارية موجودة في الدول العربية كلها. وكله كوم بقى، وثروة مراته الفنانة أحلام الشمسي كوم تاني خالص اللي وصلت لملايين الدولارات من أغانيها طبعا وحفلاتها اللي ما بتخلص، غير البرامج اللي بيستضيفوها فيها. رجل الأعمال مبارك الهجري والفنانة أحلام بقالهم حوالي 20 سنة متجوزين، لأنهم اتجوزوا من 2003. كانوا بيحبوا بعض لفترة طويلة، بس أهله كانوا رافضين إنه يتجوزها، لكن هو أصر على قراره وقال مش هتجوز غيرها، وفعلا اتجوزوا وخلفوا 3 أطفال، فهد وفاطمة ولؤلؤة. خليني أقولك إن الهجري كان متزوج قبل أحلام من بنت عمه، لكن لما شاف الفنانة أحلام في حفلة في لبنان قال إنها هتكون مراته، وحصل فعلا. ومن وقت للتاني بتنتشر إشاعات كده عن انفصال أحلام عن جوزها، لكن على طول هما الاتنين بيطلعوا ويكذبوا الإشاعات دي وينزلوا صور رومانسية مع بعض.